قاعدين النهارده يوم الجمعة وبعد ما صلينا قاعدين بنبص كده على الأخبار وآخر الأخبار، وإن إحنا يعني إيه، بما إن إحنا إيه في السوشيال ميديا، أو إن إحنا بنقدم محتوى عموما. وفجأة عرفنا من الصفحة الرسمية للنادي الأهلي إن النادي الأهلي عامل بيان بيشكر فيه كابتن سيد عبد الحفيظ، وإن هو أنجح مدير كورة في تاريخ النادي، وإن هو اللي إحنا الموضوع اللي إحنا إيه عرفناه، يعني بمعنى الأصح إن كابتن سيد عبد الحفيظ مش هيكمل كمدير كورة في النادي الأهلي. طب إيه السبب؟ ما إحناش عارفين. وكمان اللي هيجي مكانه الكابتن خالد بيبو، اللي هو كان ماسك قطاع الناشئين، واللي هيمسك قطاع الناشئين كابتن وليد سليمان. طب ايه اللي حصل وايه سبب الغربله اللي احنا شايفينها دي؟ احنا مش عارفين. في ناس رابطه الموضوع بموضوع ان مستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ان هو قدم استقالته رسميا، كان اول امبارح تقريبا، والموضوع ده مربوط بده، او علشان هو عمل كده فلازم كابتن سيد عبد الحفيظ لازم هو كمان النادي الاهلي يوجه له الشكر. بس على فكره، اللي انا حابب ان انا اقوله ان كابتن محمود الخطيب ما بيديش قرار الا لما بيكون درسه وبيحط كل واحد في مكانه. بس هل كابتن خالد بيبو هيبقى زي كابتن سيد عبد الحفيظ؟ دي الحاجة الوحيدة اللي أنا حابب إن أنا أشوفها في الفترة الجاية، أو بداية من الموسم القادم، لأن هو اللي بيقول لك خلاص إن الموسم دلوقتي كله خلص، سواء بكأس مصر اللي هو المفروض الأهلي وصل فيه لنصف نهائي كأس مصر، وقدامهم شهر، وهنشوف النادي الأهلي في الموسم القادم هيبقى عامل إزاي. واللي انا هرجع ان انا اقوله برضو تاني ان كابتن سيد عبد الحفيظ ممكن يكون ساب اداره الكوره، بس هيمسك، اللي انا فهمته برضو واللي انا عرفته ان هو هيمسك منصب في شركه الكوره بالنادي الاهلي. بس الحاجه الوحيده برضو اللي مخليانا ان احنا تايهين او مش فاهمين، او ان احنا كلنا كجمهور اهلي مش مستوعب الموضوع اصلا، لان انت بتتكلم في واحد مسك قطاع الكوره او اداره الكوره بالنادي الاهلي في الفريق الاول بقاله دلوقتي من 2019. من 2019 بدأ ان هو يمسك تاني مدير كورة. بس الحاجة الوحيدة اللي احنا مستغربينها ان هو بعد 5 سنين لان احنا خلاص داخلين في الموسم الجديد بتاع 2024. اللي احنا مستغربينه ان ليه؟ ايه الاسباب؟ هل كابتن حسام غالي ليه يد في الموضوع؟ بصراحة يعني هو ده اللي مخلينا ان احنا بنفكر كتير. او هل ده ليه علاقة بان مستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قدم استقالته؟ هل مثلا حاطين ده قدام ده؟ ما احنا مش فاهمين، ما هو جمهور الاهلي مش فاهم. ما هو القرار لما يكون على واحد ناجح زي كابتن سيد عبد الحفيظ في اداره الكوره مع النادي الاهلي، وان هو النادي الاهلي بيوجه له هو الشكر، يعني النادي الاهلي بيوجه الشكر لكابتن سيد عبد الحفيظ، مع حاجه بتصير الجدل، يعني مخلينا ان احنا مش فاهمين. احنا مش فاهمين حاجه والله. ف اتمنى ان الاداره تكون دارسه اللي هي عملته ده صح. وانا برضو متاكد مليون الميه ان كابتن محمود الخطيب مش هيعمل قرار الا لما يكون درسه مليون الميه، بس برضو زياده تاكيد لنفسنا احنا. بس اللي انا شايفه ان كابتن سيد عبد الحفيظ في اي مكان هيمسك فيه هيجيد في المكان اللي هو فيه، لان كابتن سيد عبد الحفيظ دماغه كلها اهلي. يعني مش كوره بس، لا، ده دماغه كلها اهلي، اهلي وبس. ودي حاجه هي كانت مفرحانا في كابتن سيد عبد الحفيظ، لان هو جه في وقت النادي الاهلي كان في حاجات كتيره كانت هتروح منه، والكابتن سيد عبد الحفيظ رجع ورجع القوام الاساسي بتاع النادي الاهلي او الفريق الاول بالنادي الاهلي. اللي هو كان بيغلط كان بيتحاسب، اللي هو ما فيش عندي نظام خسائر، هتخسر مباراه هتتحاسب عليها، هتحاسب على المشاريب بتاعتها. ودي اكتر حاجه كانت مفرحه جمهور الاهلي، لان الجمهور بدا يشوف الجيل الذهبي فعلا بيرجع حاجه في حاجه. الجيل الذهبي اللي احنا شفناه ابو تريكه وبركات وعماد متعب وفلافيو، فاكرينه؟ ابتدى يرجع بلعيبه تانية، جيل ذهبي تاني، في وجود مين؟ في وجود كابتن سيد عبد الحفيظ. ليه؟ عشان كابتن سيد عبد الحفيظ ماشي بمبدأ اللي بيغلط هيتحاسب. المباراة لو الفريق فضل في نظام ان هو يتعادل ماتش ويخسر ماتش كان بيتحاسب برضه. ودي حاجة يعني رجعت النادي الأهلي لمنصات التتويج القارية.
القاريه، وانك انت خدت 2 برونزيه كاس عالم في وجود كابتن سيد عبد الحفيظ. فان شاء الله بتمنى لكابتن سيد عبد الحفيظ مكاننا جوه النادي الاهلي هتبقى اكبر من كده، وان شاء الله هنشوف كابتن سيد عبد الحفيظ في الفترات القادمه هيمسك منصب كويس غير المنصب اللي هم بيديهوله في اداره شركه الكوره. نيجي بقى على الموضوع التاني واللي برضو اثار الجدل في الكلام، موضوع كابتن احمد عبد القادر. كابتن احمد عبد القادر اللي جات لي سكرينات ان هو بيتكلم مع الجمهور بطريقه زي الزفت. يعني واحده اسمها هدير تقريبا كتب لها انا شايفك انك انت تروحي تقفي في المطبخ احسن. يعني هي واحده بتقول له انا بحترمك ومش عارف ايه كلام كده، و كان الرد بتاعه عليها ان انا شايفك تروحي تقفي في المطبخ احسن. من ناحيه تانية في واحد اسمه مصطفى فهمي تقريبا ولا مصطفى مش عارف ايه، فبيقول له الفرق اللي بيني وبينك، شوف كابتن احمد عبد القادر بيرد عليه، يعني بيقول له شوف الفرق اللي بيني وبينك، شوف انا وصلت كيف فين وانت لسه هايب زي ما انت. السؤال هنا، هل كابتن احمد عبد القادر كان قاصد ان هو بيرد على الجماهير؟ فدي تبقى كارثه، هتبقى كارثه ان يكون في لاعب جوه النادي الاهلي بيرد على جماهير النادي الاهلي. تمام. وفي كلام بيتقال ان في صفحات على الفيسبوك لما بتحب ان هي تلمع لاعب في النادي الاهلي بتكون واخده منه فلوس. فدي لو فعلا حقيقه فدي تبقى كارثه، تبقى كارثه والله العظيم، لانك انت بتتكلم ان احنا بندعم اللعيبه عشان خاطر النادي، عشان خاطر الكيان بتاع النادي الاهلي، انما مش هندعم لعيبه عشان خاطر ان انا اخد من وراه فلوس. فده فعلا لو حقيقه يبقى احمد عبد القادر عنده حق في اللي هو بيعمله. اصل انا مش هدفع لك فلوس عشان خاطر انت تتلمع فيا، انا مش هدفع رشوه عشان خاطر ان انا اكسب تعاطف الجماهير. ازاي بقى ان انا اكسب تعاطف الجماهير وازاي ان انا بدفع رشوه؟ فدي هتبقى كارثه. بس فعلا لو طلع الكلام ان الكابتن احمد عبد القادر بيرد على الجماهير بالطريقه دي، لو هو ده الحقيقه ان هو بيرد على الجماهير بالطريقه دي هتبقى اللاعب ده ما ينفعش ان هو يبقى موجود جوه النادي الاهلي. مش ينفع ان احنا نكون بندعم لاعب هو تفكيره كله على السوشيال ميديا وبيرد عليهم كمان. انا عمري ما شفتها في لاعب، سواء كان لاعب زملكاوي او لاعب اهلاوي خالص، ما شفتهاش غير من احمد عبد القادر. يمكن حصلت قبل كده وان احنا سمعناها وقلنا عادي، واحد بقى ايه بيفتح الفيس وبيتكلم عادي، بس اللي بيمشي بالطريقه دي يبقى مش هيبقى موجود جوه النادي الاهلي. وما تقولش ان هو لاعب موهوب والكلام ده كله، يا ما الاهلي ساب لعيبه تقيله، ساب لعيبه تقيله عشان غلطت. احمد عبد القادر ما يجيش فيهم حاجه اصلا. فبالتالي يعني لازم لو الموضوع طلع من كابتن احمد عبد القادر ان هو بيرد على الجماهير لازم يعيد حساباته في الفتره اللي جايه، عشان خاطر ان الجماهير الباقيه مش هتستنى عليه يكمل في النادي الاهلي. والله العظيم بتكلم جد، وياما كان في احسن منك وعادي عادي النادي الاهلي ما بيوقفش على لاعب. اديك شايف اللعيبه كلها بتتمنى ان هي تيجي للنادي الاهلي حتى لو بتراب الفلوس، بس كفايه اسمه ان هو بيتلمع، كفايه ان احمد عبد القادر نفسه اسمه ما تلمعش غير جوه النادي الاهلي. فمش هيبقى الجماهير اللي بتلمع اسمك واللي بتبقى واقفه في ظهرك وان بتعمل ده كله عشان خاطر لعيبه النادي الاهلي، يجي واحد يرد على الجماهير بالطريقه المستفزه دي. قولا واخيرا، هو ده نهايه الكلام من ناحيه موضوع كابتن احمد عبد القادر. انما لو فعلا حوار ان الصفحات بتاخد فلوس عشان خاطر تلمع في اللعيبه، فالصفحتين دول تقريبا هيشوفوا الفترات الجايه انتقادات كتير فعلا. ودلوقتي طبعا وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تقولي رايك في الكومنتات، ولو انت بتتابعني من عن طريق اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بتاعي. وريت انك انت ما تنساش تدعمني بلايك، ولو انت بتتابعني من عن طريق الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو او متابعه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بتاعي. وريت انك انت ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد من الجماهير الاهلاويه. ودلوقتي اقدر اقول لك سلام.